الملتقى هو المكان اللي كتلتقي فيه الطرق واتجاهات مستعملي الطريق. هو مكان خطير. باش يقوم السائق بالعبور ديالو كيستلزم عليه أخذ الكثير من الحذر، حتى ولو كان لشي واحد من السائقين الآخرين الأولوية في المرور. هاد أولويات المرور مقننة بقواعد خاصة. إذن من الواجب عليا نعرف قاعدة الأسبقية المطبقة ونترقب تطور الوضع اللي أنا موجودة فيه قبل عبور أي ملتقى. لهذا لازم نراقب ونحلل تصرف الآخرين، أي نحاول فهم النية ديالهم، واش غيدوروا على اليمين أو على اليسار، واش غيحترموا أولوية المرور المحددة قانونيا. إضافة لهذا الشيء، وباش ما يوضعش نفسه والآخرين في خطر، على كل مستعمل الطريق يتحلى بتصرف سليم قبل عبور الملتقى. كنعنيو ينقص من السرعة ديالو ويلائمها للرؤية ويتأكد من أن الطريق خاوية. إلا اقتضى الحال ما يترددش ويستعمل المنبه الصوتي أو الإشارة الضوئية. كيحتم قانون السير أنه عند عبور ملتقى الطرق دون إشارات كتكون الأسبقية اليمين كما كتبين الصورة. حتى سائق ما كيمشي في طريق ذات أولوية، وبالتالي حتى واحد منهم ما عنده حق الأولوية. في هذه الحالة السؤال اللي كيبقى مطروح هو شكون اللي لازم عليه يعطي حق أسبقية المرور؟ السائق اللي جاي من اليسر هو اللي لازم عليه يعطي حق أسبقية المرور. بعبارة أخرى، سائق السيارة البيضاء من الواجب عليه يسمح بالمرور لسائق السيارة الصفراء اللي كتواجد على اليمين ديالو. في حالة ما تواجدوا 3 ديال السائقين عند ملتقى الطرق، كيفاش كتحدد أولوية المرور؟ القاعدة ما كتغيرش. السائق اللي جاي من اليسر من الواجب عليه يسمح بالمرور للآخرين. على الصورة سائق السيارة الصفراء يدوز هو الأول، عاد يدوز سائق السيارة الحمراء، وأخيرا سائق السيارة البيضاء. هذه هي القاعدة اللي من الواجب تطبيقها في حالة ما إذا كانت كل العربات متجهة للقدام. لنفرض الآن أن السيارة الصفراء بغات تدور على اليسار، كيفاش غنحددوا أولوية المرور في هذه الحالة؟ السيارة الصفراء كتزيد هي الأولى وكتوقف وسط ملتقى الطرق، وكتسمح للسيارة الحمراء باش تمر، ثم السيارة البيضاء. من بعد يمكن للسيارة الصفراء تدور على اليسار. الأمور يمكن لها تعقد شي شوية. مثلا أصناف مختلفة من مستعملي الطريق كتواجد في وقت واحد عند ملتقى الطرق، كل واحد منهم ملزم يعطي حق الأسبقية للآخر. اللي لازم نعرفو أن في هذه الحالة أسبقية المرور هي لا من حق العربة الثقيلة ولا من حق العربة الخفيفة ولا حتى من حق العربة السريعة. فقط الأدب والتفاهم باستعمال الأضواء مثلا كيمكن أحد هؤلاء الأربعة من الاندماج والمرور. عند مغادرة طريق غير معبدة أو باحة للتوقف أو مكان خاص من الواجب على السائق يسمح بالمرور لجميع مستعملي الطريق. ملي كيكون التشوير الطرقي كيحدد أولويات المرور، كيصبح الاندماج في بعض الملتقيات سهل وأقل خطورة. عند علامة قف لازم عليا نوقف عند حدود قارعة الطريق اللي غادي ندمج فيها، ونعطي حق الأسبقية لمستعملي الطريق اللي جايين من اليسار ومن اليمين. ولو تكون الطريق خاوية، من الواجب الوقوف لبعض الوقت للنظر على اليسار ثم على اليمين قبل الاندماج. وجود علامة قف في هذا المكان ماشي نابع من الصدفة. في بعض الأحيان شكل الطريق، كثافة حركة السير وضعف الرؤية كتجعل الوقوف إجباري. يمكن علامة قف تكون داعمة بخط عرضي متصل. في هذه الحالة من الواجب الوقوف عند الخط الأبيض ماشي عند حدود العلامة. في بعض الحالات وباش ما يتفاجئش السائق كيتعلن على علامة قف بإشارة متقدمة، من الواجب عدم الخلط بينها وبين علامة إعطاء حق الأسبقية. العلامة الصغرى قف 50 متر كتعلمني على أنني غادي نوجد علامة قف على بعد مسافة 50 متر. كنستعد إذن للوقوف لبعض الوقت والسماح بالمرور اللي جايين من اليسار ومن اليمين. غادي نطرق الآن للقاعدة اللي كتنص عليها علامات إعطاء حق الأسبقية.
على الصورة أعلاه السائقين مجبورين على السماح بالمرور اللي جايين من اليسر ومن اليمين. الوقوف غير إجباري إلا كانت الطريق خاوية. على الصورة السفلى الإشارة المتقدمة كتحمل علامة صغرى للمسافة. هذا كيعني على أنه بعد 50 متر السائقين ما عندهمش حق أسبقية المرور، من الواجب عليهم يخفضوا من السرعة ويسمحوا بالمرور اللي جايين من اليسر ومن اليمين. خلافا لعلامة قف، فعلامات إعطاء حق الأسبقية كتكون مدعمة بخط عرضي متقطع. هذا الخط كيحدد قارعة الطريق. واخا أن التوقف ماشي إجباري، من الواجب عليا الحذر والانتباه عند اختراق ملتقى الطرق وندمج في الملتقى مع التخفيض من السرعة ديالي، من بعد ما نكون طبعا تأكدت من أنني ما غنضايقش وما غنوضعش في خطر السائقين الآخرين اللي عندهم حق الأسبقية في المرور. ما غاديش نطول في شرح علامة إعطاء حق الأسبقية. الموضوع عند حدود مسلك الزيادة في السرعة. القاعدة كتبقى نفسها، ما عندش سائق حق أسبقية المرور. باش يندمج في السير لازم يتأكد أولا من عدم إزعاج الآخرين. من الضروري إذن إلى السرعة ديالو ويختار الوقت المناسب للاندماج والقيام بالمناورة بكل أمان. هذه حالة أخرى، علامة إعطاء حق الأسبقية موضوعة عند مدخل المدار. لازم نسمح بالمرور غير للسائقين اللي جايين من اليسر، أي اللي كيتواجدوا على المدار. ما تنسايش أن المدار كيجعل حركة السير أكثر سيولة، لهذا من الواجب معرفة القواعد المطبقة داخل المدار لعدم عرقلة حركة السير. غادي نوضح ليك. مثلا إلا كنتي باغا تغادري المدار من جهة اليمين، من الواجب عليك تبقاي على الجانب ديال اليمين، وبالعكس إلا نويتي تغادري المدار من جهة اليسر، من الواجب تختاري الاتجاه اللي غادي يمكنك من التموضع في وسط المدار. الحالة الأخيرة، إلا ما عرفتيش طريق الخروج، من الواجب تبقاي في الجانب اليمين ديال الطريق. هذه هي الطريقة الوحيدة باش ما تفاجئيش وباش ما تزعجيش السائقين الآخرين. عند الملتقيات اللي كتواجد فيها هاد العلامة، أولوية المرور كتكون اللي جاي من اليمين، بالعكس اللي جاي من اليسر مجبر يعطيه حق الأسبقية. مثلا على الصورة، السيارة البيضاء من الواجب تسمح بالمرور للسيارة الحمراء. علامة ملتقى الطرق ذات أسبقية المرور هي إشارة متقدمة كتعلمني أنني في طريق ذات أولوية ولازم على اللي جايين من الطريق الأخرى يسمحوا لي بالمرور. هاد القاعدة كتخص غير الملتقى اللي كيتواجد من بعد العلامة. فهمت القصد ديالك. إلا كنت كنمشي في طريق فيها هاد العلامة، كتكون عندي أولوية المرور غير في الملتقى المقبل. واخا تكون عندي أولوية المرور، من الواجب عليا نراقب ونقص من السرعة ونتأكد أن السائقين الآخرين غادي يحترموا قاعدة المرور. الأضواء ثلاثية الألوان كتهدف بالأساس لتنظيم حركة السير عند الملتقيات. كتوضع غالبا من جهة اليمين، أحيانا كتكرر من جهة اليسر، يمكن تكون أيضا في أعلى الطريق. كتشعل حسب الترتيب التالي: كيشعل الضوء الخضر، عاد الضوء الصفر، عاد الضوء الأحمر. الإشارات الضوئية كتلغي في الحقيقة مسؤولية السائق، إلا أن التصرف ديالو كيصبح متعلق بلون الأضواء، إما يوقف أو يدوز. منين كيكون الضوء خضر المرور مسموح به، مع ذلك من الواجب التأكد من عدم وجود أي مستعمل طريق مندمج في طريق الأخرى، مثلا عربة ذات أولوية المرور أو سائق ما منتبهش. لازم عليا نتصرف بنفس الطريقة إلا كانت حركة السير معرقلة. واخا الضو خضر ما ندمجش في الملتقى، لأني غير غنزيد نعرقل ونوقف حركة السير ونقوم بإزعاج السائقين الآخرين. الضو الصفر كيبقى ثواني قليلة وكيعلن على اشتعال الضو الأحمر. القاعدة كتجبرني على الوقوف عند اشتعال الضو الصفر. كاين استثناء، مسموح بالمرور في الضوء الصفر إلا كان الوقوف غادي يعرض للخطر،
ناخذ مثال. إلا كنتي غتفاجئي العربة اللي تابعاك عن قرب وغتعرضيها لخطر الاصطدام مع العربة ديالك. منين يكون الضوء أحمر الوقوف إجباري. لازم نرد البال أن مقدمات العربة ديالي ما تخطاش ممر راجلين. المرور في الضوء الأحمر هو عدم احترام أسبقية المرور وكيعاقب عليه قانون السير بغرامة مالية. في حالة تكرار المخالفة العقوبات قد تؤدي للحبس. على الصورة الضوء خضر بالنسبة لي وبالنسبة للسائقين اللي جايين في الاتجاه المعاكس، ولكن على اليمين الضوء أحمر للسائقين وخضر بالنسبة للراجلين. إلا كنت غندور على اليمين أو على اليسار قانونيا أسبقية المرور كتكون للراجلين. الضوء الرفاف كيثير الانتباه أكثر من الأضواء الأخرى. الغرض منها تنبيه السائقين أن المكان خطير. قواعد الأسبقية ما كتغيرش في هاد الأماكن، يمكن لي ندوز بالمهل ونتبه للسائقين الآخرين. في الليل في حدود بعض الملتقيات الأضواء ثلاثية الألوان كتعوض بالأضواء الصفراء الرفافة، لأن حركة السير كتكون مخفة كما هو الحال على الصورة. مع ذلك لازم علينا ننتبهوا، القاعدة ما كتغيرش. السائقين يمكن ليهم يندمجوا في السير ولكن يسمحوا بالمرور لمستعملي الطريق اللي جايين من اليمين. الضوء الصفراء الرفافة مصحوبة بعلامات الخطر كتنبه السائقين للمناطق الخطيرة، مثلا مكان كيستعملوه الأطفال، أشغال في الطريق، أو للإعلان على أضواء ثلاثية الألوان. من الواجب ندوز مع أخذ جميع الاحتياطات، النقص من السرعة ونلائم السياقة ديالي للخطر المشار إليه. نتحدث الآن على الأضواء الحمراء الرفافة، كتستعمل إيقاف حركة السير مؤقتا. ما مسموحش للسائق يدوز حتى يطفى الضوء الأحمر. هاد الأضواء كنوجدوها غالبا عند حدود ممر السكة الحديدية بلا حواجز أو عند حدود منطقة ذات خطر جوي. في بعض الأحيان كتوفر الطريق على عدة مسالك ذات اتجاهات مختلفة، وكتوضع الأضواء ثلاثية الألوان على شكل أسهم. بصفة عامة أشكال السهام المضيئة كتكون مماثلة لأشكال السهام المرسومة على الطريق. إذن للمرور أو للوقوف كناخدو بعين الاعتبار لون السهم المناسب للمسلك اللي أنا موجودة فيه. على الصورة إلا كنت على المسلك اللي كيحدد الاتجاه على اليسار السهم الأحمر كيمنعني من المرور. السهم الخضر ما كيعنينيش، ولكن كيعني السائقين الآخرين اللي غاديين على المسلك اللي كيحدد الاتجاه إلى الأمام، وفي هذه الحالة هما اللي مسموح لهم بالمرور. بعض الأضواء كتكون مصحوبة بعلامات. القاعدة سهلة، إلا كانت الأضواء مشعولة ما كناخدوش بعين الاعتبار العلامة. على الصورة مثلا ضوء أحمر، إذن الوقوف إجباري. ما كناخدش بعين الاعتبار لوحة طريق ذات أسبقية المرور عند الملتقى المقبل. نفرضوا مثلا أن الأضواء ما خداماش وأن الضوء صفر كيرف، شنو خاصني ندير؟ في هذه الحالة غادي ناخد بعين الاعتبار العلامة، عندي أسبقية المرور، ومع ذلك كنتبه وكنقص من السرعة ديالي عند عبور الملتقى، وكنتأكد من أن الآخرين غادي يحترموا حق الأسبقية. في بعض الأحيان وخاصة في الملتقيات كتحدد الأسبقية بواسطة عون المرور. إشارات عون المرور كتلغي وكتعوض العلامات، الأضواء وحتى قواعد المرور. بتعبير آخر، على السائقين تطبيق أوامر عون المرور ولو تكون عكس الإشارات الموضوعة. على الصورة الأولى عون المرور هاز الدراع ديالو، هذا يعني أن قاعدة الضوء الخضر تلغات والتوقف صبح إجباري. ما ندوز حتى يعطيني الإشارة. كما كتوضح الصورة الثانية، الوقوف إجباري ملي كيكون عون المرور في هذه الوضعية أو مقابلني. بالعكس، إذا كان عون المرور في وضعية جانبية كما هو على الصورة كيكون المرور مسموح حتى ولو كان الضوء أحمر ولا عند وجود علامة قف مثلا. فإشارة عون المرور
كتعوض وكتلغي الإشارة الموضوعة كما شرحت لك من قبل. رجال الدرك هما كذلك رمز للسلطة، كيسهلوا حركة السير أو مرور موكب مثلا. إشارتهم كتعوض وكتلغي قواعد الأسبقية اللي محددة بواسطة الأضواء أو بواسطة العلامات. من الواجب الوقوف ملي كيشير رجل الدرك بصبعو، أما إذا شار بيدو من الواجب عليا نقص من السرعة ونشد اليمين باش نسهل مرور الموكب. العربات ذات أولوية المرور هي عربات التدخل السريع، رجال المطافئ، الدرك الملكي، الأمن الوطني، وطبعا سيارات الإسعاف. مني كتكون هاد العربات مستعملة المنبهات الصوتية أو الضوئية، من الواجب عليا نقص من السرعة ونشد اليمين ونوقف إلا اقتضى الحال باش نمكنهم من المرور بسهولة. بالخلاف لجميع السائقين الآخرين، هاد العربات ما كيخضعوش لتحديدات السرعة.